حوالي 180 ألف قطعة أثرية موجودين في المتحف ده. فكرة إن يكون في متحف أصلا جت بعد ما فكوا رموز حجر رشيد أثناء الحملة الفرنسية على مصر، ومن ساعتها هم بدأوا يقدروا الآثار وبدأوا يقولوا لا احنا ما نطلعهاش هدايا بره وما نوزعش تاريخ بلدنا كده، ولكن نعمل متحف كبير علشان نحط فيه الآثار وما تتبهدلش ونحافظ عليها وتيجي الناس تعرف قد ايه مصر ليها تاريخ عظيم زي ده. كانوا بيحاولوا كتير قوي ان هم يحافظوا على اثار البلد، بالذات ان هي كانت بتطلع هدايا للاجانب بره وكانوا بيجوا ياخدوها من بلدنا، فعلشان كده كانوا بيحاولوا دايما ان هم يعملوا مكان مقفول يتحط فيه الاثار. وفعلا في 1835 عملوا مكان مخصص للاثار في حديقه الازبكيه، وكان فيها فعلا اثار كتير. وبعد كده كل الاثار دي اتنقلت لقلعه صلاح الدين في معرض هناك. وبعد شويه جه العالم الفرنسي اوجست مارييت، علشان هو كان مهتم جدا بالاثار لما جه مع الحمله الفرنسيه، فبدا ان هو يفكر ان هم عايزين يعملوا متحف يتحط فيه الاثار، وفعلا